مفهوم في العجايب وفرافير العجيب ويعني الواحد مش عارف يجيب اسامي حلوه على الحكومه بتاعت دكتور قنديل اللي الدكتور مرسي شايفها مؤديه قوي وكويسه يعني وزي الفل والامور ماشيه تمام يعني. وزير الاشغال امبارح بيتكلم بيقول احنا عشان نرشد الميه هنغلي الميه. فده يعني اسلوب بصراحه ربنا مستفز. قبليها موضوع الكهرباء بس لوحده بس ربنا سهل ويفتكر كده الكهرباء عايزين الكهرباء قليله نغلي الشرايح بتاعه الكهرباء. في الجامعات بيحاولوا يطمسوا الجامعات ويسدوها ان هو ايه ادونا من الصناديق الخاصه بتاعتكم 20% من الصناديق الخاصه. فهناخدهم بالمناسبه واحده واحده كده. اولا الميه طالعه في موضوع عجيب قوي. العداد المفروض انا كان زمان عايز ابني بيت فالبيت ده فيه 5 شقق بجيب عداد والاستهلاك اللي بيطلع من العداد بتحاسب عليه. يطلع دلوقتي يقول لك والنفس كام لو في عياده يبقى كده لو في عيادتين المهم الاستهلاك في النهايه انا ماليش علاقه ليه علاقه عداد بياخد ميه بدفع ثمن ميه. وفي حد ادنى ابتدوا يطلعوا فيه عشان يقول لك لا انت دلوقتي ما بتستهلكش كتير يبقى في حاجه اسمها حد ادنى. بدايه الخراب هي الحد الادنى كانت ايام حسني مبارك دي اللي هم طالعين فيها دلوقتي اكتر. طبعا انا حد ادنى وما خدش ميه لو جلده باظت تنزل الميه ايه المشكله؟ الكومبينيشن يعني برضه بينزل ميه او ايه المشكله؟ ما انا ما وصلش للحد الادنى لسه. بعد كده بقى تفتق ذهنهم بعد الثوره وبعد ما مسك الاخوان عن حاجه عجيبه قوي. لا احنا هنخلي العيادات عيادتين يبقوا في عداد واحد يبقى كل عياده لها الحد الادنى عشان يضربوها في 2. طبعا في ممرضات في العيادات وفي ناس ما عندهمش ضمير ممكن يفتح الميه ليل ونهار قوي ومش هتجيب الحد الادنى اللي هم حاطينه. الحاجه الثالثه بقى العجيبه اللي لسه من حوالي كام 10 ايام ولا اسبوعين ابتدى يقول لك لا ده الشقه كمان في كام شقه على العداد ده. الشقه دي مقفوله يا سيدي الفاضل تدفع عليها ميه حد ادنى اضرب بقى الحد الادنى في 4. يبقى انا لو عايز ارشد الميه لا عندنا بقى افتح الحنفيه. انا عن نفسي بخاف ربنا سبحانه وتعالى فانا عارف ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بتوفيق ميه لكن غيري هيفتح الحنفيه ليل ونهار ويلا خراب ديار على مصر عشان ايه؟ مش هيجيبوا الفلوس بتاعت التنقيه بتاعت الميه اصلا. لكن هو بغبائهم وبحقدهم وبجشعهم وانهم عايزين يمصوا دم الناس يقول لك نغليها عشان يوزعوا فلوس عليهم اسوأ مما كان ايام حسني مبارك. ده بالنسبه للميه. فوزير الاشغال المحترم بيقول احنا هنغلي الشريحه شويه يبقى هي خراب ديار في الشريحه في بدايه الحد الادنى وخراب ديار تاني في تغليه الميه. وعلى راي اللي بيقول لك انا بشرب كوبايه اشرب نص بعد كده عشان اوفر ولا اعمل ايه بالظبط. ان شاء الله هيعملوها في الهواء. نيجي يعني هيغلوا الهواء كمان يعني. نيجي في الكهرباء. جه في الكهرباء مش مكفيه يا اخوانا وجينا في رمضان اللي فات والصيف اللي فات كانت الدنيا مبهدله خالص. قلموا نسوكوا في اوضه وبتاع الكلام ده وبعد كده تفتق ذهنه العبقري عن فكره يعني ما حصلتش. غلوا الشرايح بتاعه البيوت. طب الشرايح بتاعه البيوت يعني كده لا يعني ايه يوم يجي بقى المحصل وشركه الكهرباء بتلعب باللعبه بتاع الحكومه ما حكومه نصب وحراميه. تيجي يعني بيسرقوا قوت الناس يعني ما اقصد انه حراميه مش حرامي يعني لا يعني نصب بيسرقوا الناس ده اللي بيعملوه. تيجي المحصل دوت ما يجيلكش الشهر ده ويقوم جايب لك حاجه نسبيه كده اي كلام ويجي الشهر اللي بعديه يقوم مضاعف لك بقى انت دخلت في شريحه ثانيه. ما هو مش هيجيب فلوس منين؟ هيخنق الناس ويجيب منهم فلوس ازاي؟ وبعدين يجي الدكتور قنديل باشا ويقول لك يعني ايه اصل ما فيش سولار فريحوا الاماكن. اللي ريحوا الاماكن دي وزياده الشريحه اللي حضرتك بتعملها بتخلي واحد قاعد يفتح تكييف ليل ونهار في الشغل بتاعه. العواميد بتبقى قايده ليل ونهار عادي خالص. ما هو في تسيب. الدوله علمت الناس السرقه. يعني الدوله اللي بتسرق من جيب المواطن البسيط بتعلم المواطن العادي انه يسرق زي ما الدوله بتسرق. اذا كان رب البيت بتدوف في ضريبه فشيمه اهل البيت كلهم السرقه ما دام انتوا بتعلمونا كده. النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أتكلم فيها طبعا غير حكاية الكهرباء لما تنقطع ويجيبوا المكن والسولار والضوضاء ويتعمل الحاجات دي كلها طبعا دي مصيبة سوداء. نيجي لحكاية البنزين اللي فيه شحان جامد قوي يحطوا بتاع الطريق اللي هو المحطات اللي على الطريق ديت يحطوا فيها السولار المدعوم والبنزين اللي هو ال 80 تقوم العربيات يبقى فيها زحمة جدا ويبقى في حارة واحدة من الأربع حارات شغالة في الطرق السريعة. فتحط 1000 عربيه بالمئات والالاف عربيات سيارات دايره ماشي وهي واقفه مكانها خطوتين ونقف وبيستهلك في الوقفه دي بنزين اكتر من اللي بيبيعوه في المحطه اللي بيعملوها. يبقى في الخلاصه انا بحرق البنزين وبحاول بعد كده يقول لك الحل ايه؟ نرفع عنه الدعم ونغليه. ده اللي هو مش فالحين غير في كده كل حاجه عايز يعملها ايه؟ نغليها. فالدوله بتخسر بنزين من ان انا امشي على الاول واقف امشي على الاول واقف.
شوف بقى عد كام عربيه واقفه بالمنظر ده عشان العربيات بتاخد البنزين. طب خلي البنزين ده جوه البلاد، جوه القرى وجوه المدن، وخلي الطريق ده ما فيش فيه بنزين الا 90 او 92، فضيت الدنيا، انتهينا خلاص، وتخلي العربيات تمشي والطريق يمشي. لكن المخ لا، نغلي. النقطه الاخيره، اللي الجامعه فيها اماكن بتبقى وحدات ذات طابع خاص. كل زراعه بتجيب عجول مثلا وتحاول تسمنها وتبيعها، جبت العجول دي بمليون او ب 800,000، صرفت عليها كمان 200,000 بقت مليون، بعتها بمليون و200,000. الحكومه الذكيه الجميله تقول له اديني 20% مش من المكسب، من اللي انت من المليون و200,000. لا، طب اضربوها كده هتلاقوها بقت 240,000. طيب غير الدكاتره اللي هياخدوا فلوس، المفروض ان هو الشغل والعمال وحاجه من هذا القبيل، فيبقى خد من المليون الاساسي اللي هو بيتاجر بيه، جت عليه بخساره. يشحت من الجامعه ادعمونا واعملوا لنا بتاع كلام من ده. المشاريع قطاع خاص بره تشتغل، والجامعه دوس عشان الباشا اللي عايز ياخد ادوني 20% منه. طب خد من المكسب، لا. عندنا مركز عايزه واحتياجات خاصه برضه، ده بيجي تبرعات وبندي للناس اللي هم عندهم احتياجات خاصه. هات من راس المال بتاعك فلوس بتاعت 20%. الجامعه استلفت منها مليون مثلا عشان اعمل مشروع معين، ورديته للجامعه، ياخدوا من المليون اللي جاي لي ده 20%، وهو راجع للجامعه ياخدوا 20% تاني، لان دي فلوس جديده، وده على طول بياخدوها من وزاره الماليه. اخصم. انا عايز افهم حكومه منجزه ازاي يا دكتور؟ بس انت شايف اللي احنا مش شايفينه، فانا بالعقل انت شايف ايه؟